السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في ست جميلة كده من المتابعين بعتت سألتني على حاجة، وانا وعدتها ان انا هعمل فيديو مخصوص وارد عليها. بعتت سألتني قالت لي تتصرفي ازاي لو ولادك اتخلوا عنك، لو حسيتي ان ولادك سابوكي وتخلوا عنك ومش عارفة تتعاملي معاهم. بصي يا ست الكل، انا هتكلم معاكي في نقط كتير قوي. اولها، عايزين نحلل القصص كاملة. بمعنى، ايه اللي وصل ولادك ان هم يتخلوا عنك؟ مبدئيا انا مش بهاجمك، انا بفكر معاكي بصوت عالي. تمام؟ ايه اللي وصل ولادك ان هم يتخلوا عنك؟ آه كل طفل من صغره بيدور على الحنية، بيدور على الاحتواء، بيدور على الامان، بيدور على الحب، بيدور على الألفة. يعني لو طرفين في الشقة مثلا، حد فيهم قاسي وحد حنين، طبيعي انك هتلاقي الطرف الحنين ده هو اللي الولاد مايلين عليه. طيب انا دلوقتي لقيت ولادي بعاد عني، افكر ثانية ثانية، هما ليه بعاد عني؟ ايه اللي حصل خلى ولادي بعاد عني؟ ايه اللي وصلهم للمرحلة اللي خلتهم مش عايزين قربي ليهم؟ ممكن يبقى في ثغرات انا مش عارفاها او مش واخده بالي منها، او متخيله ان انا بعمل الحاجه على اكمل وجه. احنا كأمهات احنا كأمهات بنبقى متخيلين ان احنا بنعمل كل حاجة بيرفكت، وممكن نبقى بنعمل الغلط. اصل احنا بشر عادي جدا بنغلط. بنبقى متخيلين ان كل اللي احنا بنعمله صح، مليار في المية صح، وولادنا ملهمش الحق تماما ان هم يناقشونا. انت بما انك ابني او بما انك بنتي، انتوا اللي عليكم ان انتوا تطيعوني فقط لا غير. محدش يناقشني، محدش يجادلني، محدش يقول لي اعمل ايه، محدش ينطق قصادي. انا المفروض انا امك فاقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة، انت اللي عليك تنفذ فقط. طيب، فكرنا مع نفسنا ان ممكن اللي احنا متخيلين ان هو صح هو مش صح؟ فكرنا مع نفسنا على اعتبار ان هو صح؟ تمام؟ انا بس بمشي معاكي خطوة بخطوة، واعذريني يعني، وما تاخديش كلامي ان انا بتهكم او ان انا بضايقك خالص. انا بفكر معاكي بصوت عالي. بقولك على اخطاء كلنا بنقع فيها، انا اولنا. تمام؟ فكرنا للحظة ان مثلا الحاجة الصح اللي انا متخيلة ان هي صح، وهنقول ان هي صح فعلا، مش مناسبة لعقلية الطفل او الشخص اللي انا بتعامل معاه. ازاي؟ انا دلوقتي بتعامل مع ابني مثلا عنده 10 سنين، اكيد مش هتعامل معاه بنفس المنظور اللي هو كنت بتعامل معاه وهو عنده 5 سنين. مش نفس المنظور وهو لسه بيبي، مش نفس المنظور لما يكبر يبقى عنده 15 سنة 20 سنة. ازاي؟ كل مرحلة وكل فترة محتاجة انزل بدماغي ليهم. ازاي؟ احاول اتواكب معاهم، اعرف هما بيفكروا ازاي وبيفكروا في ايه، وايه اللي ممكن اتكلم بيه اقدر اتواصل معاهم اسرع. يعني انا ممكن ابقى بتكلم في الصح، والمعلومة اللي انا بقولها صح مليار في المية، ما فيهاش نقاش، هي صح، بس مش عارفة اوصلها بالاسلوب الصح. فبالتالي هو ابني مش هيتقبلها مني خالص. ازاي؟ انا دلوقتي ميس مثلا، وعايزة اوصل معلومة لطفل لسه في بداية تعليمه، في كي جي مثلا او في اول سنة مثلا اولى ابتدائي او كده. هدور على الطريقة البسيطة واوصله بيها، هدور على اغنية اغني له المعلومة بيها، هدور على حدوتة احكي له الحدوتة دي وادخله المعلومة في وسط الحدوتة دي بحيث ان هو يتقبلها مني. لكن انا لو جيت لطفل وقلت له النهاردة انا هعلمك معلومة بتقول واحد اتنين تلاتة، وانت لازم تفهم ان في كذا بنحطه على كذا بيعمل كذا، طب ما هو انا دلوقتي اللي انا بحكي فيه غير متوافق مع تفكيره كطفل. فانا لازم كأم انزل لتفكير ولادي، مهما كان تفكير ولادي ده مدى ايه،
لازم انزل 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 لحد لما اوصل لهما بيفكروا ازاي او بيحبوا ايه. لو بنتي مثلا، في بنات مش بتبقى قابلة اول حوار مع مامتها، هي دي خلقة ربنا كده، عشان برضو ما بقاش جايبة كل اللوم عليكي كأم. لا، في ولاد وبنات هم اصلا مش بيحكوا. طيب، احاول اوصل لها من مكان تاني، اللي هو اشوف واحدة صاحبتها كويسة، كويسة تكون فعلا بنت محترمة بتتقي الله، اطمن عليها منها. يعني انا مثلا شايفة بنتي اليومين دول في حاجة مش كويسة، هتكلم معاها، مالك يا حبيبتي، فيكي ايه، مش عارف ايه. عرفت اوصل منها على معلومة تمام، معرفتش هدور على اقرب واحدة لبنتي، واحاول اطمن على بنتي من خلالها، واوصل لبنتي المعلومة اللي انا عاوزاها او النصيحة اللي انا عاوزاها من خلال صاحبتها دي. لحد لما اعرف الاقي المدخل المناسب اللي ادخل بيه لبنتي. ما هو اكيد كل بني ادم ربنا خلقه ليه مدخل، فانا هحاول ادخل من المدخل ده لبنتي. فانا يا ست الكل مبدئيا لما جيت سألتك انتي التعامل معاهم عامل ازاي، قصدت ده. انتي بتتعاملي معاهم على قد سنهم، عرفتي تحتويهم، تاخديهم تحت جناحك، تحتضنيهم، تخليهم ما يقدروش يستغنوا عنك. مهما الولد او البنت عدوا بالسن الصعب قوي اللي هو بتاع النمرضة وانا مش عايز حد، وانا بس اول لما الدنيا بتميل، لا، انا عايز اهلي، انا عايز اهلي، ملهاش مجال تاني. مسيرنا كلنا بنرجع بندور على اهالينا، بس اهم حاجة وقتها نلاقي اهالينا، نلاقي الحضن اللي هيبقى مفتوح لنا مهما غلطنا. طيب، انا دلوقتي عملت كل السبل عشان احتضن ولادي وما عرفتش اوصل قوي الحل، ازود جرعة الحنية شوية، باستثناء لو ابنك او بنتك بيغلطوا فيكي، دي ما فيهاش مبرر خالص خالص. ابني او بنتي هيغلطوا فيا، انا هقف وهاخد موقف وهعمل اللي ما يتعملش عشان ده ما يتكررش، وحسسهم ان انا آه هضيع منكم. يعني ايه هضيع منكم؟ يعني انا دايما امك اللي واقفه في ظهرك وبدور عليك وبدعمك وبحتضنك وبعمل لك كل اللي انت عاوزه. في اللحظه اللي انت هتقل احترامك ليا، انسى كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، انسى، انسى كل الحاجات دي في كفه، واحترامك ليا في كفه تانية. وده شيء يعني مش هنقدر نقول مشروط، لان هو مفروض. الاحترام بتاع الام ده فرض، ملوش مجال تاني، ملوش اي نقاش تاني. تمام. انا دلوقتي لقيت ابني محترم معايا وبيتقي الله في التعامل معايا، بس ناقصني القرب الكافي ليهم، احاول احتضن، ازود جرعة الحنية، انزل لدماغهم، اتكلم معاهم، اصاحبهم، ابدا انا احكي معاهم، عشان هما يبدا يتفتح ما بيننا باب ويتفتح ما بيننا مجال، ويبداوا هما بعد كده يحكوا معايا. اصل هي بتبدا بفتحه، تكة المفتاح دي، انا بدات افتح الباب، انا هدخل خطوه، هو هيدخل معايا الخطوه اللي بعدها. لكن لو احنا كل طرف واقف مستني التاني هو اللي يبدا، مش هينفع. وانتي بما انك انتي اللي هتبدأي، انتي اللي هتحتضني، انتي اللي هتكسبيهم. لكن هعدلك تاني، لو ابنك او بنتك وصل بيهم الحال ان هو بعيدا عن البعد ان هم يقلوا من احترامهم ليكي، ساعتها انتي هتقفي وهتحسسيهم ان انا لا، انتوا مش لازميني طول ما انتوا ما بتحترمونيش. لكن طول ما هم محترمين، انا هحطهم جوه عينيا، اشيلهم فوق راسي. حاولي تحتضني ولادك اكتر، تقربي منهم اكتر، تشوفي الثغرات اللي ناقصه فين، وحاولي تمليها. حاولي تملي حياة ولادك، تقربي منهم، تشوفي مدخلهم فين وتدخليه. مفيش بني آدم في الكون ملوش مدخل معين. يا رب اهدي ولادنا جميعا، واكتب لهم الخير، ونشوفهم أفضل وأحسن ناس في الكرة الأرضية كلها، لأن طبيعي دول الناس الوحيدة اللي احنا نتمنى ان هم يبقوا أحسن مننا. تابعوني دايما
وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.